قنبلة العيد أسهل وأسرع حلوة تقدروا تحضروها في هذا العيد في المول اللي راهو داير حالة. درته لكم بعجينة خفيفة بنينة تذوب في الفم. تابعوا معايا حتى الآخر نوريكم كيفية تحضيره. للعجينة نسحق 125 غرام مارغرين تكون طرية، 2 ملاعق من السكر الناعم، ملعقة كبيرة من الكاكاو المر البني، بيضة كاملة مع صفر بيضة، نصف كأس من الكاكاو المرحي، 4 ملاعق من الزيت، 2 ملاعق من المايزينا، ملعقة كبيرة من الشوكولا التختيني. نخلطه بالباتر. كي تولي بهذا القوام نطموها بالفرينة، نضيفو ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، نعجنوها حتى تولي بهذا القوام طرية باه يجي كاطو خفيف. نجيبو المول يدخل في الفوق اللي راهو داير حالة، راهو طوندونس هذا العيد، نشكلو حربوش ونجو نشكلو الكاطو تاعنا بهذه الطريقة. الوزن حبة 35 غرام لأنه فيه خميرة الحلويات راح يزيد طاعة في الفوق. ندخلوه داخل الفور يكون سخون مسبقا لمدة ربع ساعة ونخرجوه. بعد ما طاب نحوه من المول، راح يتنحى بكل سهولة كما راكم تشوفوا. هذه الكمية من المكونات دارت لي 17 حبة، لا بس بها. ذوب الشوكولا أولي في حمام مائي، ضفت لها 2 معالق من الزيت و2 ملاعق من الكاكاو المرحي في الخشين كما راكم تشوفوا. بعد نغرسو الحبات وديك الزوائد في الوسط نزعوها بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. نكمل كامل الحبيبات نكلاسيهم. نجو نوجدو الغاناج، نسحقو 50 غرام من المارغرين، 100 غرام من الشوكولا، انا درت مزيج من الشوكولا اولي والشوكولا سوداء، نحطوها فوق النار حتى يذوبوا المكونات. بعد نضيفو 100 غرام من الشوكولا التختيني، نخلطو حتى تولي بهذا القوام، نحبسو ونخلوها تبرد. بعد ما بردت وتماسكت راح نديرها في لابوش ادوي. انا استعملت هذه الادوي كيما راكم تشوفوا. بعد ما خلينا يجمد درتو في الكيسات كيما راكم تشوفوا. درت الكراميل في الوسط، استعملت كراميل تاع توبي في تسبقت هدرت عليها. بعد ضفت الغاناج بهذه الطريقة. مع الاخر ضفت الموتيف تاع عيد سعيد. بسم الله ما شاء الله، جا شكله بزاف شباب. اذا عجبتكم وصفه كتبوا لي في الكومنتير وجربوها وبصحتكم. مع السلامه مع وصفه اخرى. ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني.